السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يسعد مساكم يا رب، يسعد صباحكم في الوقت اللي هتشوفوا الفيديو، او يسعد مساكم كل ايامكم سعاده باذن الله. هنعمل النهارده محشي اللفت. ناس كتير قوي بتسال هو في حد بيحشي اللفت؟ طبعا بيبقى المحشي ده جميل جدا وطعمه حلو قوي، والناس تقعد تقول طب ما احنا، في ناس كتير بتسالني على الفيسبوك يعني، طب ما احنا عايزين نشيل طعم اللفت ده ونشيل طعمه بالعكس طعمه جميل جدا، ولو انت عايزه تقللي من ريحته اغسليه كتير. ده انا جبت اللفت ده عشان اعمل المخلل الراس بتاعته والعيدان بتاعته. انا بحب اعمل الراس يعني، بصراحه ما بحبش اعمل عيدان قوي يعني. المهم خدت الورقه، بتنقي الورقه النظيفه الحلوه، ويكون عندك الميه تكون مغليه وتحطي فيها شويه ملح على كمون يعني عشان الريحه وكده. بس بيبقى اصلا انا بحبه اصلا جميل جدا، ولادي بيحبوه، حاجه حلوه قوي يعني. ربنا بس يديم علينا النعم وكده. بعد كده الميه بتكون سخنه قوي، تغليها كويس، بتشيلي بترصيه زي ما انا رصيته كده، وبتشيلي تنزلي بيه في الميه السخنه، ما فيش دقيقتين كده ودقيقتين كده، ما بيغيبش يعني، يدوب على طول كده. بعد كده بقى انا كنت مستعجله اصلا وعايزه اعمل شويه المحشي دول كده، الجو برد. ففي الكبه كده فرمت الطماطم على طول، وبعد كده نزلت بالبصل، فرمتهم مع بعض في الكبه من غير ميه ولا حاجه، ما بياخدش وقت على النار بقى. نزلت كنت حاطه عاملاها بسمنه او زبده او زيت براحتك، ونزلت بقى بالبصله والطماطم كده. بعد كده يدوب بتاخد على النار، ما بتاخدش وقت على النار يعني، سبتها تتسبك مع بعضها كده، ونزلت بقى بالشبت والبقدونس والكزبره الخضراء، فرمتهم في الكبه. ده شغل المستعجلين، وهو على فكره ومش مستعجلين الكبه حلوه برضو يعني، بتفرمي فيها بتطلع لك الخضره زي ما انت عاوزه يعني. بس عشان احنا كلنا بنبقى قايمين نعمل المحشي، بنبقى يعني ايه، بنحس ان هو شغلانه يعني، لكن هو كده سهل جدا. انا حطيت مع الخضره توم، لان محشي اللفت واللي هو السلق ده حلو قوي مع التوم، بيديله طعم جميل جدا، حلو جدا يعني. بعد كده كنت انا غسلت الرز وسبته يصفى في المصفى، نزلت بالخضره الاول، بعد كده هنحط الصلصه. كميه الصلصه اللي انا عملتها دي عملت لي الورق ده، الحله اللي انتوا هتشوفوها، وتبقى كمان شويه صلصه انا شلتهم في الفريزر. ما اعرفش صورت الحته دي ولا لا، بس انا خدت على قد المحشي والباقي انا شيلته يعني. المحشي بقى احنا كنا عاملينه كده، ممكن بقى تعمليه يكون عندك الاول ورقه اللفت دي بتتحشي على الظهر زي ورق العنب او زي السلق يعني، بتاخدي الورقه من ظهرها اللي بتبقى خشنه شويه. هو كده كده هو جميل والله، بس هو يعني بتحط الرز كده في ظهر الورقه من ورا، في الناحيه اللي فيها العروق الصغيره زي كده، وبعدين بتحشي بقى العروق دي لجوه، الورقه الخشنه لجوه كده، يبقى الناعمه هي اللي بره بس، بتلفيها زي ورق العنب كده. على حسب الورقه ما تنفع معاكي، لو كبيره بتلفيها زي ورق العنب، لو صغيره بتلفيها عادي بقى زي الكرنب وكده عادي خالص. طبعا انا ما كانش عندي مرقه، وكنت هعمله، كنت مستعجله وقلت انا هعمله بقى اي حاجه كده يعني يدفينا كده في البرد. انا جبت ميه عادي غليتها، وحطيت معاها شويه من الفلفل الاسود ومكعبين ماجي، وبعد كده حطيتها على المحشي، وغطيت عليها بالطبق ده والغطا الحله ده عشان ما توقعش رز كتير يعني، بيقفل بيخلي كمان الورق يبقى زبده كده طري وحلو قوي. حمرت بقى جنبهم بطاطس، وعملت شويه مخلل وما اعرفش وكانت غدويه زي السكر والله، طعمه لوحده من غير اي حاجه جميل جدا، مش لازم يعني لحمه وفراخ او اي حاجه جنبه، هو المحشي ده لوحده جميل قوي، وفي البرد ده حلو قوي قوي. بالالف هنا على قلوب اللي اكلوا منه، بالف هنا على كل اللي هيجربه. وما تنسوش تعملوا لي لايك، وبحبكم جدا. شايفين الجمال؟ انا كنت بدوقه وهو سخن كده، وبصراحه طعمه جميل قوي. ورق اللفت ده حلو جدا 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 جدا، زي ما قلت لكم ربنا يديمها نعمه علينا يا رب، يا رب اللهم امين يا رب. ربنا يديمها نعمه علينا يا رب، ويحفظها من الزوال. توحشوني قوي، استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.